يقدر بها الأساتذة في خضم القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية؟ شكرا لك سيدتي المحترمة على هذا السؤال الذي يعطيني الفرصة لأخوض في موضوع حساس وموضوع يهم كل موظفي قطاع التربية الوطنية. فبالفعل السيد رئيس الجمهورية وفور يعني في 2020 كان أول ما تحدث حتى عن القانون الأساسي، لأنه يدرك ويعلم مدى أهمية هذا القانون الخاص في الحياة المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وعلى رأسهم الأساتذة والأستاذات. وبالفعل قمنا بتحضير لهذا الملف، وعملنا لمدة 4 أشهر في لجنة تقنية، ثم عملنا كذلك مع الشركاء الاجتماعيين كل الشركاء وشركائنا الناشطين في القطاع، هما بعدد 29 نقابة نحترمها ونعمل معها، وتم الاجتماع معها بهذا الخصوص في 18 اجتماع، لأن هذا القانون تم بنائه بالتشارك وبالحضور المستديم لكل النقابات المعتمدة لدى القطاع. وانتهينا من هذا يعني من التحضير مع الشركاء، ثم بطلب من الشركاء كانت هناك لقاءات ثنائية طلبها الشركاء عددها 16 لقاء، ووصلنا إلى لقاء أخير جامع حضره جميع الشركاء، أين تم يعني وضع النسخة الأخيرة لهذا القانون الذي يرمي إلى يعني القانون الأساسي في الحياة المهنية للموظفين. هي حياة مهنية، هي مسار، هي تحفيز، هي بقاء الأمل، هي الارتقاء في الرتبة، هي الارتقاء في الدرجة، وهي كذلك الحصول على امتيازات. إذن تم إنصاف كل الرتب وتم الإصغاء لكل الرتب، وكذلك تم العمل يعني بدقة كبيرة للخروج بنسخة ترقى إلى ما ينتظره السيد الرئيس من هذا القانون الخاص. ويعني كل الرتب عملنا معها والتزمنا بكل ما نستطيع الالتزام به معها. وفي هذا الشأن وبخصوص الأستاذ المربي الذي وصفه السيد الرئيس بالمربي، هو الأستاذ حظي بالكثير من إن شاء الله من المستجدات، لأنه كما ورد في كلام السيد الرئيس شفت أنه في مجلس الوزراء اليوم 11 كان السيد الرئيس أمر بوضع الأستاذ في الموضع اللائق به وفي المرتبة اللي يستحقها، لأنه ليس فقط موظف ولكن مربي، وهو الذي يربي الأجيال، وإذا استقر وصلح حاله صلح حال المدرسة وحال المجتمع. وانطلاقا من هذا واستنارة وأخذا بتوجيهات السيد الرئيس في ذات الاجتماع، وكذلك يعني كل ما كنا نصبو إلى الوصول إليه، قمنا بإجراءات عديدة قد لا أسردها كلها لأن الوقت لا يكفي، لكن أقول أنه هناك الجديد والجديد المهم الذي يفيد الأساتذة. وأقول لا سيما ما تعلق بالتصنيف، هناك تحسن في تصنيف الأساتذة، هناك كذلك تقليص الحجم الساعي للأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، هناك كذلك إعفاء الأساتذة من الأشغال غير البيداغوجية كما هو الحال حاليا في المدارس الابتدائية، وهذا ما سيؤدي إلى تقليص الحجم الساعي بعدد كبير من الساعات بالنسبة للتعليم الابتدائي. هناك كذلك العمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ دون سواه، هذه كلها على كل حال إجراءات قمنا بها. بالنسبة كذلك للحجم الساعي، حتى وإن قلصنا في الحجم الساعي لكل المراحل التعليمية الثلاث، أقول لكم أنه سيؤخذ بعين الاعتبار سن الأستاذ وتقدمه في السن وكذلك أقدميته، بحيث أنه حتى الحجم الساعي سيقلص تدريجيا حسب التقدم في الأقدمية وفي السن كذلك، لكي يتسنى لأساتذتنا أن يقوموا بعملهم كما يجب. هناك كذلك إجراءات ترقية للأساتذة، هناك الترقية فسح المجال للأساتذة والأستاذات للولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية. تعلمون أنه حاليا هناك جزء من الأساتذة المكينين كان ليس بمقدورهم أن يصل على خبرتهم وعلى كفاءتهم وعلى طول وكبر باعهم في التعليم، كانوا لا يمكنهم أن يذهبوا إلى إدارة المؤسسة كمدير ثانوية أو كمدير متوسطة أو مدير ابتدائية. فبموجب هذا القانون إن شاء الله سيمكنهم الذهاب إلى هذه الرتب. تم استحداث كذلك فرصة أخرى للترقية. تعلمون أنه لدينا دكاترة بعدد كبير في قطاع التربية، وهذا ما أدى بنا إلى استحداث
رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية 3. هناك كذلك إجراء آخر اجتماعي بامتياز. يعني قبل أن نمر إلى هذا أقول أنه بالنسبة للترقية هناك كذلك إمكانية الترقية إلى رتب، إلى مناصب عليا بالنسبة للأساتذة، خاصة المناصب العليا ذات الطابع وذات البعد البيداغوجي. وهنا كذلك عندما نأتي إلى تطبيق هذا القانون إن شاء الله سيتم ترقية كل الأساتذة القاعديين إلى أساتذة رئيسيين، وكل الأساتذة الرئيسيين إلى أساتذة مكونين بالنسبة لأولئك الذين يكونوا قد تراكمت عندهم أقدمية تساوي أو تفوق 10 سنوات. إذن كل هذا لفائدة أساتذتنا، وهذا ليس بكثير عن الأساتذة. بالنسبة للجانب الاجتماعي كذلك هناك إجراءات أخرى سيستفيد بها الأساتذة. هناك المناصب المكيفة التي سنقننها إن شاء الله بما يفيد الأستاذ. رأيتم أنه الأستاذ ومهنة الأستاذ تعلمون أنها مهنة صعبة ومن التركيز والتدقيق، ومهنة يتفاعل فيها الأستاذ بكل كفاءته وبكل يعني معنوياته وبكل جوارحه، وبالتالي فهذه المناصب المكيفة ستعطي فرصة لأساتذتنا وأستاذتنا بعد عمل طويل، والذين ربما يصلون إلى مستويات يصعب عليهم أداء مهنة التدريس وهي مهنة صعبة، فبالتالي سنجد لهم مخارج مناسبة ومكيفة حسب وضعيتهم. كذلك سنرى في مجموعة المتاعب الصحية الناجمة عن أداء حرفة الأستاذ، وسنجد لها كذلك حلول، وهذا لكي يبقى الأستاذ في مستوى ما ينتظره منه المجتمع. أقول كذلك أن حتى حركية الأساتذة ستعطى لهم فرص أحسن لتحرك وسط الولاية لتقريبهم إلى أماكن إقامتهم، وكذلك ستكون هناك تكافل على المستوى بين الولايات. نعلم الآن أن هناك مشكلة في قطاع التربية، مشكلة ما يسمى بالدخول والخروج، أي أن هناك أسر قد تعيش صعوبات، قد تفكك بفعل وبعامل هذا البقاء بعيد عن العائلة وعن الزوج وعن الزوجة وعن الأخ والأخت والعائلة عموما. وبالتالي سنعطي كذلك في هذا القانون نعطي الأولوية ونعطي كل الحظوظ للتقريب الأستاذ قدر ما أمكننا ذلك إلى مقر سكناه أو إقامته ليبلي البلاء الحسن. كذلك هناك إجراء آخر سنرى في كيفية تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ. نحن نسعى في كل هذه الاتجاهات. كثير من الإجراءات جاء بها هذا القانون إن شاء الله، الذي عندما يعتمد سيستفيد كل موظفي القطاع، لأنه يسمى بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. ولكن الأستاذ لابد أن يحظى بالمرتبة التي تليق به. هذه هي توجه الدولة، وهذا هو قرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي نسعى جاهدين على تكريسه وكل الشركاء الاجتماعيين، لأن الأمر لم يكن باليسير، ونتفهم كل الكلام وكل الملاحظات وكل الانتقادات، لأن قانون خاص هو قانون صعب وقانون لابد أن يستجيب إلى أقصى درجة إلى المتطلبات. ولكن كذلك هناك متطلبات أخرى مهنية، متطلبات بيداغوجية، متطلبات أكاديمية لابد أن يستجيب لها هذا القانون. وفقنا الله إن شاء الله إلى نسخة ترضي الجميع إن شاء الله. وهذا هو جوابي لكم، ومعذرة على الإطالة لأنه موضوع حساس وشائك. تفضل.